في شك ان كل المباريات مهمه في الدوري، كلها 3 نقاط ان كان مع الاهلي او غير الاهلي. لكن بما انها بتكون خارج ارضنا، وحنا نبغى نعود للمنافسه النقطيه مع الانديه الاخرى، وانك تحاول تكسب 3 نقاط من فريق منافس مهمه جدا بالنسبه لنا. الاهلي فريق كبير والنصر فريق كبير. بدات العناصر تكتمل في نادي النصر الحمد لله، يعني عبد الله عاد، حسين عاد، بقى بس ابراهيم غالب والفريدي وحسين شيعان. ان شاء الله خلال الشهر الجاي يكونون جاهزين كلهم ان شاء الله. سمو الأمير، نسبة الفائدة اللي حصل عليها الفريق بعد معسكر قطر وقبل مباراة مهمة مثل مباراة الأهلي. ما في شك انه كان في غيابات 5 لاعبين في المنتخب، لكن يعني هي مفيده انك تلعب مباريات كثيره. في لاعبين كثير يعني كانوا غايبين، زي حسين مثلا ما لعب مباريات كثيره، ما اخذ على نفس المباريات. الدفاع والمحاور يعني على الاقل هم بيكونون ثابتين ممكن في المباراه الجايه. فالمهم انك تلعب مباريات وما هي مهم النتيجه. يعني احنا استفدنا كثير من المعسكر، انه كانت مباريات قويه مع شقيقنا نادي نجران ومع نادي الريان. في تسوية وسحب إبراهيم الشكوى. إبراهيم ابن من أبناء نادي النصر في الأخير وكل ما سألني أحد السؤال قلت بنحل الموضوع بيننا، ما في مشكلة يعني. طبعا يبقون أبناء نادي النصر. إبراهيم موجود هنا من الناشئين وكل لاعبين الحمد لله كلنا أسرة واحدة. ويعني أنا بس أبغى أعلم الناس عشان الناس ترتاح. جتنا أمور أكبر من هذه بكثير وحليتها، فما عندي مشكلة حتى لو خليها لآخر دقيقة، بس أحلها في الأخير. تراخيص سمو الأمير، رخصة الآسيوية إن شاء الله جاهزين. جاهزين كل شيء جاهز. ان شاء الله. طبعا بس المباراه بتكون يعني الاهلي هو اللي طلب الحكام الاجانب يعني احنا عندنا ثقه في الحكم السعودي، لكن بعض الاحيان ما يكون قد المسؤوليه في المباريات الكبيره الحكم السعودي. لكن الحمد لله يعني بعض الاحيان الحكام الاجانب بعد يغلطون، بس على الاقل انك تكون مرتاح ان الحكم الاجنبي ما عليه تاثير الاعلام السعودي يعني. سمو الأخير، سؤالي الأخير أنا تحديدا، كابتن محمد السهلاوي راهنت عليه منذ قدومه أو منذ إبان رئاستك نادي النصر. اليوم السهلاوي نجم كبير على المستوى العالمي، يتصدر قائمة هدافين العالم. تعليقك سمو الأمير؟ والله كويس، احنا بس عارفين السهلاوي انه من 5 سنين كذا، بس لو اعطي الفرصه في المنتخب كان صار افضل من كل المهاجمين اللي لعبوا في ال5 سنين الاخيره. وش تقول له بالمناسبة هذه سمو الأمير؟ بالعكس، محمد لاعب كبير والعام افضل لاعب في المملكه، والحين قاعد يثبت هذا الشيء. وكل لاعبينا نجوم يعني الحمد لله. في محمد في الهجوم عندنا نتوقع عندنا افضل هجوم في المملكه. عندنا محمد سهلاوي، عندنا مايقا، عندنا نايف هزازي، حسن الراهب، ربيع سفياني. يعني عندك هجوم قوي جدا.